ميزة رهيبة في الواتساب الذهبي، صدقني هتبهرك. طبعا لو انت لسه جديد معانا في القناة، ادخل اشترك في القناة وفعل زر الجرس على الكل وانتظر مننا كل جديد، وسيب لي كومنت اسفل الفيديو لو في اي مشكلة واجهتك. تمام، وهنتعرف على الميزة اللي هي في الواتساب اللي هتبهرك ان شاء الله. يعني باختصار الميزة ديت، لو عندك صديق على الواتساب بعت لك رسالة وانت حابب او حضرتك حابب تشوف الرسالة، فتقدر تشوف الرسالة من غير ما هو يعرف انك شفت الرسالة. يعني انا كمثال بعت لك رسالة، فحضرتك دخلت شفت الرسالة بتاعتي، تمام، ومش حابب ترد دلوقتي لانك مشغول او مش فاضي، او حضرتك مش عايز ترد النهارده، عايز ترد بكره بعده، ولكن حضرتك مش عايزني اعرف انك شفت رسالتي. تمام، لما ادخل على الرسائل واجيب الدردشه اللي بيني وبينك، هيظهر ان حضرتك ما شفتش الرساله لاني ما جاليش الصحين باللون الازرق. تمام، بمعنى كده اني عارف انك لسه ما شفتش الرساله رغم حضرتك شفت الرساله بالفعل. طيب الميزه دي هنعملها ازاي في الواتساب الذهبي وهنفعلها ازاي؟ كل اللي عليك هتمسك الموبايل بتاعك، هتفتحه بالشكل ده، وهتبدا تدخل على الواتساب الذهبي. بعد كده يا شباب هتضغط على الثلاث نقاط، وهتختار حاجة اسمها إضافات الذهبي، هتضغط عليها. بعد كده هتجيب الحماية والخصوصية. بعد كده هتبدأ تطلع لفوق، هتيجي هنا عند خيار إظهار الصحين الأزرق فقط بعد الرد. عند الرد على الشخص يرى إنك قرأت الرسالة في نفس الوقت. يعني هو بيقول لك دلوقتي زي ما قلت لك كده في بداية الفيديو، اني انا دلوقتي بعت لك رسالة وحضرتك بتستخدم الواتساب الذهبي ومفعل الميزة بتاعة اظهار الصحين الازرق فقط بعد الرد. تمام، وبتستخدم الواتساب الذهبي. تمام. طيب انا دلوقتي بعت لك الرسالة وحضرتك دخلت بالفعل على الدردشة بتاعتي وشفت الرسالة، المفروض يظهر عندي صحين باللون الازرق. تمام كده؟ لا، هو بالفعل مش هيظهر عندي الصحين باللون الازرق عشان حضرتك تستخدم واتساب ذهبي ومفعل الخيار ده. تمام، يعني بالبلدي كده هبدا اضغط على الخيار ده كده، اظهار الصحين الازرق فقط بعد الرد اهو. تمام، يعني زي ما قلت لحضرتك كده، وبكرر كلامي تاني وسامحوني الناس اللي هي بتدخل تكلمني انت بتكرر كلامك مره واثنين وثلاثه، ما انا لازم اكرر مره واثنين وثلاثه عشان حضرتك تكون فاهم. او في ناس تانية ممكن المعلومه توصل لها بصعوبه شويه، فبحب اكررها مره واثنين وثلاثه عشان توصل بسهوله يعني. تمام، كل اللي عليك مجرد اللي انت هتفعل خيار اظهار صحين الازرق فقط بعد الرد، فخلاص على كده لو حضرتك شفت اي رساله جات لك هتقدر تشوفها، ومش هتعرف الراسل او اللي راسل لك الرساله انك شفت الرساله، الا مجرد اللي انت تبدا تكتب له الرساله. ولو كتبت له الرساله وبدات تضغط على ارسال راحت له الرساله، هيظهر عنده انك لسه شايف الرساله. يعني انا كمثال بعت لك رساله دلوقتي، تمام، وحضرتك مش هترد عليا النهارده، هترد عليا بكره، فرديت عليا بالفعل بكره. تمام، جه بكره ورحت انت ايه رادد عليا، بدات تكتب لي رساله، فمجرد ان انت كتبت الرساله وارسلتها الي فهيظهر عندي الصحين باللون الازرق انك لسه شايف الرساله حالا وبعت لي الرساله الرد عليها برضو حالا. تمام، اتمنى اكون افدتكم. لو عجبك الشرح لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس على الكل، واشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم.